باباتي، غناتي، قلبي، اموت عليك. استخدمي الكيوردز. تقولي وش يعني كيوردز؟ ايش هذا يا خرا؟ شنو هذا؟ يعلم نفتش المصايب فوق راسي، كنت نازلة اكل خرب الدولاب وانا مالش بالدواليب كيف بيصلحوا دواليب يا الله. لا اجد كلاما للتعبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم مقطع جديد وفيديو جديد. مقطعنا اليوم بيسد النفس. صراحه احنا بنتكلم على اثنين من اقذر الشخصيات اللي ممكن تعرفها بحياتك. اثنين اخر مره تكلمت عنهم اخذت على القناه سترايك، واللي ما بيعرف السترايك ايش يعني 3 سترايكات بتقفل القناه، وانا تكلمت عليهم واعطونا سترايك. يعني انتم فاكرين اذا انتم بدكم تعطونا سترايك على القناه ودي ابطل تنزل عنكم، راح اظل انزل واظل انزل عنكم لغايه لما تتوبوا. يمكن التوبه على ايه؟ يمكن ما ادري. يمكن اليوم مقطعنا عن بدر خلف. ليش بقول مقطعنا كانه هيبه؟ لا، اليوم مقطعنا عن بدر خلف التافه، انسان ما ادري كيف هو رد على نفس الشيء اللي هو قاعد بيسويه. كل هذا عشان مشاهدات اقسم بالله. ونتكلم عن الاتفه منه ساهر مندر. يعني ساهر مندر تعدى مرحله التحول، خلص ما خلى شيء يدل على انه ذكر. كل شيء تحول، حتى اللي بالي بالك تحول. كل شيء. اليوم راح نتمسخر عليه، راح اجلدهم جلد، راح اطلع عينهم، تمام؟ واللي على طول اعصابه بتنحرق وعلى طول بيعصب يطلع من المقطع علشان انت راح تشوف مشاهد راح تنصدم، راح تنجن في نفس الوقت. وخلينا نخش على اول مقطع. اقسم بالله ما ادري ايش قصته. يعني هو تلاقيه بنزل مقطع وقاعد يصرخ، بيقول اي اسم في راسه كذا، بيقعد يصرخ مع نفسه مجنون. ما ادري هو ايش قصته. اقسم بالله ودي يصير بنت بالغصب. يا اخي اذا انت بدك تصير بنت بالغصب، انا اللي قاهرني ليش مخلي الشنب؟ يعني انت مخلي لك شويه شنب وشويه دقن، انت ليش مخليها؟ يعني ودك تصير شاب بالغصب، خلاص انت ودك تصير بنت، يا انك تصير بنت يا انك تصير شاب ولد، تمام؟ اما تضلك في النص كذا معلق ما بينفع، لازم تصير واحد من الاثنين. امانه ما تنقدين على نفسك ان شعري احلى من شعرك؟ ان شعري اطول من شعرك؟ مو عيب؟ مو عيب انا رجال وانتي بنت؟ رجال ودك تجنني انت؟ معقول ايش قصدك؟ كيف انت رجال؟ اقسم بالله ما ادري. يعني كل اللي انت بتسويه كل هذا والساعة تحسب نفسك من الرجال؟ كيف يا بني ادم؟ قال انا رجال وانت بنت وشعري احسن من شعرك. راح يطرق يعني اشي مخ بده ينفجر. الانسان هذا لازم يوقف له على حل، لازم يرسله على بر، يا انه يكون بنت يا انه يكون شاب. ما بينفع مره يقول انا بنت، مره يقول انا شاب، مره يقول انا تبت، ومره يقول انا ما تبت. باباتي، غناتي، قلبي، اموت عليك. استخدمي الكيوردز. تقولي وش يعني؟ مبين انك رجال. لا، مبين انك رجال. يعني انت من شوي بتقول لي في مقطع شعري احسن من شعرك وانا رجال. مبين الرجول بتخر من صفحتك خر يا بني ادم كذا. الرجول بتطير بتحلق من فوقيه. يا اخي استحي دمك، انت ما عندك دم. يعني انتوا قسما بالله قاهريني قهر لانهم اعطوني سترايك على المقطع اللي فات. ودي امسككم كذا على نفسي اقول كلام في خاطري، بس خايف كمان اخذ سترايك ثاني على القناه. يعني كيوردز. العيال حبيبات يحبون يشوفون نفسهم كأبات. قولي لا باباتي، غناتي، روحي وانسدحي حبيبتي على بطنك. يحبون سدحة البطن، حسبي الله عليهم. قعدي تدلعي عنبكم انتي البنات. تنتظرون شنو؟ تنتظرين حبيبتي معجزة تنزلك وتغير ريلك؟ لا حبيبتي، قومي حبيبتي، لبسي احلى لانجوغي عندك. قومي حبيبتي تدلعي. ايه هذا اللي يمشي. لا تقولي لي حبيبتي عيب ما عيب، ما في عيب. عنبوك متزوجة ليش اذا عيب ما عيب؟ قومي قدام انتي وياها انسدحي حبيبتي السدحة المرميت كذا، وزوجك يدخل تقولي له حبيبي. اذا اسمه ابو محمد ولا ابو خالد ولا ابو سعيد قولي له حبيبي، ولمسي جسمك كذا. سوون هالحركات على ابوك، حافظا على زواجك. مو وحده من الشارع تيجي تسوي هالحركات وتاخذ زوجك بعدين تشتكين. يلا قدام انت وياه. اصحى بنت تسمع نصايحي.
الطلاق من اول مرة. اذا انت سمعت نصايح هذا المغفل الحمار، لا احد يسمع نصايح ابدا، احنا عكس كذا تماما، بس مبين الرجولة. يا اخي الرجولة بتخر من صفحتك، خر كذا رجولة بركان، رجولة ما تنقل بركان. لازم تدلعين لحبيبس. تعرفين الناس شو بعدين يقولون عنك؟ قاعدين يقولون عنك انك مهمل، انك ما تغسلين شعرك، انك فيك قمل وصيف. مالت عليك، فضحتيني قدام الناس. تضحكين ها؟ فضحتيني، يقولون مرت بدر خلف ما تهتم. مالت انا خليني صحي شعرك. غير انه ماسك باروكة في ايده وقاعد يتكلم معها. يا اخي انت مغفل، انت حمار، انت ما ادري ايش قصتك. جواي بركان كلام كذا نفسه يطلع على هذا البني ادم. لسه راح تشوف ساهر منذر اوسخ منه، يعني ساهر منذر تعدى المراحل هذه، خلاص تعدى. هذا بيتكلم مع باروكة، ساهر منذر هو باروكة نفسه، فهمتوا كيف؟ ما قصرت يا ام محمد، اجرنا واجرك. مشكور على الحضور. ام جاسم ما قصرت، مشكورين. هو زي ما قلت لكم انسان جدا غريب، حتى الغريبة، حتى يعني مصطلح كلمة غريب هو اغرب من الكلمة نفسها، يعني فهمتوا كيف؟ هو قاعد الان مخترع عزا، فهمتوا كيف؟ يعني لا قدامه ضيوف ولا قدامه ناس يجي يعزي ولا اي شيء، بس قاعد وحاط عزيكم مسجل كذا، مشغل قرآن وصانع جو انه في عزا. يعني مقطع غريب كذا، مش دري يعني ايش جاء في راسه انه يسوي عزا مع نفسه كذا. يعني في حد مات عنده ولا في حد ولا اي شيء يعني، بس هو حب انه يسوي عزا كذا مع نفسه، وقاعد يقول شكرا يا حبيبتي، شكرا على العزاء، وهو لا في احد قدامه ولا شيء، بس قاعد الحال. اقسم بالله انكم شوية خوات وملايمين على بعض، يعني سبحان الله الطيور على اشكالها تقع. هو واحد متحول وطبله في واحد متحول، وبعدين مع هذه الاشكال. المشكلة الاشكال هذه قاعدة تتزايد بشكل كبير جدا، كل يوم قاعد اشوف واحد بيطلع ويتحول. ما ادري هو هذا هوس شهرة، الناس بدها تنشهر باي طريقة. الانسان اللي بيسوي نفس اللي هذول بيسووه بيطير في خلال شهر بيوصل للنجومية، فهمتوا كيف؟ بس بيوصل للنجومية بيخسر كرامته، بيخسر اخلاقه، بيخسر وجوده في المجتمع، بيخسر كل شيء، حتى اهله بيخسرهم، فهمتوا كيف؟ يعني ساهر منذر هذا اهله طاردينه، لو يمسكوه يقطعوا خلاص ما دخل سترايك. والثاني اكيد الثاني هذا واحد جديد على الموضه، يعني من ساهر منذر من يا معفن يا قليل الحياة والترباية. اقسم بالله يعني صراحة شيء يقهر، شيء ما ادري ايش الوضعية اللي انت واقف فيها هذه. يعني كل هذا تمرين، بعدين كل هذه شنطة، كل هذه شنطة انت حشيها حشي. اكيد يعني هو حشاها حشي. يعني لو ودكم مقطع اسوي ساهر منذر قبل ما ينشهر وقبل اول بداياته، اقسم بالله كان شبه كوعي، شبه كوعي بالضبط. الان شوفوا كيف مع عمليات التجميل وعمليات الحشي والقص وكل شيء ما صار حلو. صار الواحد لما يشوفه كذا معدته بالزوف عليه، مش شيء حلو، اقسم بالله يعني مش حلو، فهمتوا كيف؟ يلا منفتش المصايب فوق راسي، كنت نازله اكل خرب الدولاب وانا بلش بالدواليب كيف بيصلحوا دواليب. يا الله، اي حدا بفهم بتصليح السيارات يكتب لي تعليق بسرعه خرب الدولاب، مش عارفه ايش اعمل. يا الله يا الله المشاكل. يا ريتك عندي ومعي شبشب مقاس 50 اظل اضرب بيك على وجهك لما تتوب. يعني كذا لما يقول انا خلاص تبي تحل عني بالله عليك، خلاص انا كذا تبت، وانا اظل اضرب بيك بالشبشب لما اطلع عينك كذا، لما اتوبك من جد، فهمت كيف؟ يعني اخليك زي الانسان اللي ضربك في مقطع مره انا سويته، في واحد مسك ساهر منذر دبك على وجهه دبك وطلع وجهه متشلخ وهويته هويه، فهمتوا كيف؟ ودي واحد ثاني يمسكه او انا امسكه كذا،
المشكله في كلام في البدايه خلي نفسي اطلعه بس ما اخذ عليه سترايك على طول، وما ودي هذول الاثنين يمسكوا علي كلمه فهمتوا كيف عشان يعطوني سترايك عليها، لا خليني يعني من بعيد كلام غير مباشر، فهمت كيف؟ لازم تسوي كلام غير مباشر عشان هذول الحشرات الشبه رجال وشبه نساء، يعني حتى اللي بحشى البنات، يعني حتى البنات فيهم رجوله اكثر منهم. المهم يا اخوان ادري ان ما في ولا واحد يوصل لنهايه الفيديو وكلكم طلعتوا من اول مقطع ومقطعين اكيد، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا انت واصل لهذه اللحظه حط لايك واشتراك وفعل الجرس، لان يا اخوان 3% بس ناس المشتركين في القناه والباقي غير المشتركين. لو الباقيين مشتركين كان زماننا وصلنا 100,000 مشترك، بس انتوا ليش ما تشتركوا؟ تتفرجوا على الفاضي يعني 3% بس يعني المشتركين، ليش ما تشتركوا؟ قول لي يعني انت ايش الهدف لما انك تتفرج وتمشي؟ ما تحط اشتراك ولايك علشان يطلع لك المقطع مرتين، انتوا كيف؟ 3% بس ما بينفع، 3% مشتركين والباقي كل العدد هذا مو مشترك، بالله عليكم هذا ينفع؟ حط لايك واشتراك وفعل الجرس، وان شاء الله اشوفكم في مقطع جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.